حديث ودي للغاية. تطرقنا إلى سبل تطوير وتعزيز علاقات الصداقة بين الصين وتونس، وكذلك مجالات التعاون الناجع بين بلدينا. ونحن في الصين نتابع ما حدث في تونس بشكل باهتمام جدا، ونحن نتمنى لتونس الصديقة وشعبها كل الخير. وبهذا الظرف نريد أن نقول للشعب التونسي وللحكومة التونسية: نحن معكم، ونحن نتمنى لكم الخير وكل التقدم والازدهار في مواجهة كافة التحديات. وبهذه المناسبة، وأن قلت لأخ رئيس الوزراء أن الصين تقدم مساعدة مجانية إلى تونس بقيمة 40 مليون يوان رمبي في مشروع تنموي الذي سنتفق عليها نحن جانبين. حسب مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية اليوم